ما زلنا مع آية الولاية عند الشيعة، وهي الآية 55 من سورة المائدة. ولكن للأسف الشديد لم يفرح الشيعة كثيرا بهذه الآية، ووجدنا أن الآية 67 تقول أن الآية 55 من سورة المائدة أيضا لم تكن ولاية. والدليل إذا قلنا أن الآية 55 من سورة المائدة آية تدل على الولاية وتبلغ على الولاية، فلماذا الآية 67 جاءت تهدد النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الشيعة بتبليغ الولاية؟ ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بولاية علي بن أبي طالب في الآية 55؟ فكيف تأتي الآية 67 وتقول يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم فعل في الآية 55؟ إذن الآية 55 لا تدل من قريب ولا من بعيد على ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكذلك الإشكالات العظيمة التي لم يستطع الشيعة حلها في مسألة الآية بعين نفسها، الآية بذات نفسها. الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية بالجمع وعلي بن أبي طالب مفرد. إن قالوا هذه للتعظيم فكيف يعظم علي بن أبي طالب ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظم الإله؟ فإن كانت الآيات فيها تعظيم فلا بد أن يكون الإله معظم ويأتي بالجمع، والنبي معظم ويأتي بالجمع، ثم يأتي علي بن أبي طالب في الجمع. ولكن هناك سؤال عجز عنه الشيعة: كيف نقيم الصلاة ونحن ركوع؟ هل هناك عاقل في الدنيا يسمع هذه الآية ويقول أن الركوع هو الركوع، هو الركوع في الصلاة؟ أم الركوع هنا المقصود به الخضوع في الصلاة؟ لأنه لا أحد ولا تستقيم باللغة العربية أن نقيم الصلاة ونحن ركوع، بمعنى أننا إذا دخلنا الصلاة نقيم الصلاة ونحن ركوع. فإقامة الصلاة تشمل الوقوف والركوع والسجود، فكيف نقيم الصلاة ونحن ركوع؟ إشكاليات عظيمة جدا جدا جدا. إن قالوا أنها تدل على الولاية والإمامة، هل نقول إنما إمامكم الله؟ لا تستوي. ولكن الآيات تتكلم من الآية 51 إلى الآية 55 وما بعد 55 56 و57 تتكلم عن الولاء والبراء. المسلمين كافة يوالون المسلمين ويعادون المشركين بصفة عامة، الكفار بصفة عامة، سواء يهود أو سواء نصارى أو غير ذلك. ومن يقرأ سياق الآيات يعي ذلك، وقرأنا سياق الآيات أمس والنهاردة برضو إن شاء الله سنقرأه حتى يعلم الشيعي أنه خدع. ونحن لا نطالب الشيعي بعزيز، نحن نطالب الشيعي فقط بأن يقرأ. يعني أنا نفسي أفهم الشيعي يخسر إيه لو مسك القرآن الكريم وقرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، هيخسر إيه؟ فالله المستعان. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم في إلزامات كتير جدا في مسألة الولاية في الآية 55. نشوف الآية الأول، الآيات. بص يا أخوانا، الآيات تبدأ من الآية 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دي الآيات. نلاحظ يا أخوانا هنا في شيء غريب جدا. الآية 55. لا، تعالوا نبدأ من الآية 51. يا أيها الذين آمنوا، يبقى الكلام عن الذين آمنوا. نروح للآية 53. ويقول الذين آمنوا، نلاحظ الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا 54. الآية 55 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. لاحظوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يبقى هنا الكلام كله الخطاب لمن؟ الخطاب للذين آمنوا. الخطاب للذين آمنوا. والخطاب لمين؟ للذين آمنوا. فكيف نحن نختصر الكلام جميعا في علي بن أبي طالب فقط لا غير؟ طيب، لو هنفترض أن هذه الآية بالفعل نازلة في علي بن أبي طالب، يبقى كلمة الذين آمنوا من أول الآية 55 في علي بن أبي طالب. طيب نروح للآية 56. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دي تدل على الجمع ولا تدل على المفرد. يبقى الذين آمنوا يقصد بها الجمع المؤمنين، أي نوالي من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. طيب، يا أيها الذين آمنوا، هل هنا الخطاب لعلي بن أبي طالب؟ في الآية 57 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. هل الخطاب لعلي بن أبي طالب ولا الخطاب للذين آمنوا بصفة عامة؟ وإلا فيكون تحذير، ده تحذير لعلي بن أبي طالب، أي يا علي بن أبي طالب لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أولياء. ولا ده خطاب للذين آمنوا بصفة عامة؟ يبقى هنا التلاعب، يبقى في تلاعب أساسا، في تلاعب في عقول الشيعي. يبقى إيه؟ إزاي الذين آمنوا تجمع المسلمين الذين آمنوا ثم بعد ذلك تكون الذين آمنوا في مفرد ألا وهو علي بن أبي طالب، ثم السياق يتغير مرة أخرى بالذين آمنوا أي جمع المسلمين؟ يا جماعة نحاول نحترم العقول اللي ربنا عطاها لنا. لا 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 وليد، أصل في تفسير مش عارف مين جه أن علي بن أبي طالب تصدق هو. يا عم خد القصة نفسها واعرضها على كتاب الله. هل تتوافق مع كتاب الله؟ ألم تقولوا أنتم كشيعة
كل شيء يرد إلى كتاب الله، فإن توافق مع كتاب الله أخذنا به، وإن لم يتوافق مع كتاب الله ضربنا به عرض الحائط. يبقى يشلون أساسا، الله المستعان. ولكن النهاردة هنطرح إلزام للشيعة، ألا وهو، هات الشاشة كده يا محمد. الآن الآية 55 تقولون أنها آية تبليغ، أنها آية تبليغ، يعني بمعنى أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ بولاية علي، فنزلت الآية 55 من سورة المائدة حسب قول الشيعة. طيب هنروح للآية 67 في نفس السورة، في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقالوا هي تهديد من الله للنبي بأن يبلغ ولاية علي. يا جماعة الخير، هو مش بلغ في ال55؟ فكيف يهدد بأن يبلغ ما بلغه؟ يعني أنت تبلغ شيء وبعدين أنا أجي أهددك وأقول لك بلغه؟ طب ما يا رب أنا بلغته. فالله المستعان. يا رب يكونوا فهموا الشيعة الإلزام والسؤال، ويا رب يجاوبوا على قدر السؤال.